ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض الفلفل الالوان، هنفرزه مع بعض. لو رخيص عندي بيجي وقت ليه كده بيبقى رخيص، ببتدي اجيب منه كميه وافرزه واطلعه لو انا محتاجه منه. اولا بيسهل عليا، وكمان لو عايزه اعمل اكل وماخدش وقت كتير في المطبخ بطلع منه على طول واشتغل بيه. بجيبه كده بالشكل ده، اغسله كويس جدا. انا بنقعه في ملح وخل. اي خضار عندي انا بنقعه في ملح وخل 10 دقايق. تمام. بعد ما بغسله كويس جدا ببتدي اقطعه بالحلقات بالشكل ده، او زي ما انتوا حابين ممكن تقطعوه حتت صغيره خالص. الشكل اللي انتوا بتستخدموه في الاكل على حسب استخدامكم. تمام. انا هقطع الكميه كلها. انا حبيت اضيف فلفل اخضر معاهم. تمام. وممكن تقطعوا حامي لو حابين زي ما انتوا حابين. تمام. انا هنا بعد ما قطعت الكميه كلها باجي في طاسه سخنه على النار، هنزل بمعلقه سمنه كبيره او زبده، وهبتدي انزل معاه بالفلفل بتاعي. نار متوسطه كده مايله للعالي. تمام. وبنزل بالفلفل بتاعي. هو بياخد توتال تشويح حوالي 5 دقايق. انا نزلت بنص الكمية وابتديت اقلب دقيقة بالظبط، ولا دقيقة ونص، وابتدى طبعا الفلفل بيهبط معايا. وهنزل بباقي الكمية اللي معايا. تمام. انا مش عايزة اشوح قوي عشان ما يتهريش مني، انا عايزة الواحدة ماسكة نفسها كده، تبقى كرانش كده في نفسها. تمام. اهو انا بعد ما دبل معايا نزلت بباقي الكمية. هدي تقليبة كمان، مش اكتر من 5 دقايق بالظبط. تمام. يعني 5 دقايق ده كتير اصلا، بس انا عامله كميه كبيره. انا عامله حوالي 2 كيلو. تمام. لو كميه اقل من كده بنقل طبعا عن كده المده حوالي دقيقتين 3 بالكتير وبنطفي. انا بسيبه يبرد معايا خالص. تمام. ونبتدي بقى نفرزه على حسب الكميه اللي احنا هنحتاجها. ببتدي في اكياس صغيره كده، احط الكميه اللي انا ممكن احتاجها في الوجبه بتاعتي. وممكن برضو لو عايزين تحطوه كله في كيس كبير وتبتدوا تكسروا منه وهو متفرز، عادي جدا. انا قسمته على حسب الوجبات اللي انا ممكن اكون هحتاجها فيه. ودي طريقة للحفظ بالشكل ده. وهوريكم طريقة تانية ممكن نحطه برضو كده. وهبتدي بقى السمنة اللي نازلة منه ديت، هبتدي طبعا انزل بيها هوزعها على الاكياس عشان تكون مادة حفظ ليا. تمام. انا بعد ما بخلصه ببتدي، بس اهم حاجة افضي الهواء خالص. وانا ببتدي اشتغل بيه مش هطلعه يفك مني، انا هطلعه متفرز من الفريزر على طول على الاكل. مش عايزاه يفك مني عشان ما يتهريش كده وينزل ميه. بس وادي اهو الشكل بعد ما احنا خلصنا. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، واستنوا مني وصفات تانية كتير وافكار جميلة جميلة جدا على قناتي باذن الله.